السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا دايما في احسن حال. اول ما نبدأ كده بالصلاة على النبي، لايك حلو كده والاشتراك في القناة لو انتي لسه مشتركتيش. النهارده كده ماما جابت لنا كرومبايه صغيرة كده وقلنا نعملها النهارده على الغدا، وكانت بصراحة كرومبايه زي العسل. طبعا بقى جبنا البصل ونضفناه زي ما انت شايفه كده. معلش انا بتاخر على الفيديوهات وكده، طبعا انتوا عارفين بقى ان انا طبعا بنقل وكده، فالدنيا معايا مخبطه شويه، فمش عارفه انزل فيديو. وقتي كله ضايع في حكايه النقل وكده، وطبعا انتوا عارفين النقل بهدله يعني بمعنى الكلمه. فالحمد لله. طبعا بقى طلعنا الخضره كده من الكيس ونضفناها كويس وغسلناها. وطبعا الكرومبايه كانت صغنطوطه وكانت جزاي الفل. ده بطرمان مش امي اللي عاملاه، جميل جدا جدا. يعتبر بقى في كل حاجه، في خيار برضو، وفي ليمون وفي فلفل. بص الجمال، جميل جدا جدا جدا. مش بقى امي هي بقى اللي بتعمله لنا، واحنا يا دوبك بنيجي ناخد نملة. كل واحده فينا بتيجي كده، انا واخواتي نيجي نملة منها بطرمان صغير، واحنا اللي مخلصينه اصلا من عندها يعني. فطبعا دلوقتي بقى ورحت حاطالي ليمونتين كده وحبه كده صغيرين، قلت اما ناكلهم وكده وانا واقفين كده بنعمل اكل. فبصراحه احنا من عشاقه بمعنى الكلمه. فطبعا فرحنا بقى بدأنا بقى خلاص، قطعناه كده بقى الكرومبايه. طبعا الراس اللي فوق، عشان انتوا شايفيننا دلوقتي واحنا بنقطعها، الراس اللي فوق احنا بنقطعها كده وبناكلها. احنا بناكلها كده نية، بتبقى جميلة برضو. طبعا بقى البصل اهيت والصلصة، طبعا اديت له تشويحة ورحت نازلة عليه بالصلصة على طول. حطيت كل التوابل بهارات المحشي حطيتها، والماجي وفلفل اسود وكمون وبهارات. طبعا زي ما انت شايفه كده هسيبها بقى تتسبك براحتها. طبعا بقى محضره حله الميه علشان احط فيها بقى الورق الكرنب اللي انا اسلقه. هي تبقى نص سلقه، ما تسلقهوش سلق كامل علشان خاطر ما تقطعش منك وما تفرولش منك خالص. بس كده اهوت زي ما انت شايفه كده. فطبعا بقى قلت طبعا لازم انزل لكم حاجه كده وتشاركوا معايا اليوم النهارده، لاني فعلا مقصره معاكم، بس والله غصب عني زي ما قلت لك كده ان انا بنقل. فطبعا الوقت كله ضايع، مش عارفه، مفيش وقت خالص ان انا اصور خالص، ولا ان انا انزل فيديوهات ولا الكلام ده حتى التليفون والله ما بمسكهوش. فمعلش حقكم عليا. فطبعا بقى الايام الجايه هتبقى احلى واحلى باذنك يا رب. بس كده، بس استقر كده والدنيا تبقى معايا حلوه والدنيا تمام كده وزي ما انتوا عارفين بقى وكده بهدله الشقه والكلام فطبعا باذن الله هتبقى احسن واحسن، وهنزل لكم فيديوهات كمان جميله جدا باذن الله. بكره احلى زي ما بقولك بقى، بكرة طبعا احلى واحلى باذن الله علينا جميعا، امين يا رب العالمين. فطبعا بقى غسلنا بقى الرز، طبعا نزلته كده. كانت امي قاليه الصبحيه كده، كانت قاليه بتنجان، طبعا حطيته جنب طبعا المش وكده وكناه كانت لسه بقى مقطعاه، وكان جاب طعمه زي العسل بصراحه. طبعا بقى قطعنا الخضره بقى بعد ما غسلنا طبعا الرز، ورحت مقطعه الخضره زي ما انت شايفه. الحمد لله الحمد لله. فقلنا بصراحه نعمله النهارده، نفسي رايحه للكرنب وكده، فقلت لماما، فراحت قايله لنا خلاص هجيب لكم كرنبايه من السوق وكده. قلت لها بس ما تجيبيش اي حاجه، انا عايزه اكل كرنب بس، يعني انا عايزه مش عايزه زفر خالص. فراحت قالت لي وما نجيب وكده، وانا اللي مرضتش خالص بصراحه. فقلت لها لا احنا عايزين نقضيه كده. فهو زي ما انت شايفه كده حبيبه قلبي، والله العظيم الاكل الارداحي بيبقى ليه طعم اكتر كمان من ما بتبقي عامله باللحوم ولا باي حاجه. يعني بصي خليكي شويه كده وشويه كده يعني، ولا انك ان كل اكل تعملي حاجه لازم فراخ لحمه والكلام ليه يعني؟ طب يعني المحشي هيقولك لا من غير لحوم؟ مش هيقول لا، وهيبقى طعمه زي العسل. ومالها ورقه المجي تبقى مخليه الاكل زي السكر والله العظيم.
فسبحان الله ربنا بيبارك حتى لو من غير اي حاجة، والله ربنا بيبارك والحمد لله. الواحد راضي طول ما الواحد راضي على اقل حاجة، احنا راضيين باقل حاجة الحمد لله رب العالمين، وبس يزيد علينا نعمة وبركة يا رب العالمين. زي بقى ما انت شايفة كده خلاص احنا كده بقى خلاص بنحشي، وبعد ما هنحشي بنروح بقى خلاص سايبين الاكل طبعا لحد في وقت الغدا، بعد كده نبقى نسويه. حبايب قلبي انا قلت اشارك معاكم النهارده، متزعلوش مني من قله فيديوهاتي، واهم حاجه تكون ضيفه خفيفه على قلبكم يا رب العالمين. ما تنسونيش في اللايك والاشتراك في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك مني كل جديد، واسيبك دلوقتي في رعايه الله.